إخواني، قبل البداية نريد أن نحيي رئيس الجامعة المغربية السيد لقجاء، وتحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أحدث ثورة كروية لم يسبق لها مثيل، وكل الأطر المساهمين في هذا الإنجاز. وهذا ما نريده من كل المسؤولين وفي جميع المجالات والقطاعات للنهوض ببلادنا إلى ما هو أحسن. بعد أن تأهل منتخب المغرب للناشئين على حساب منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة، والمنتخب المالي على الكونغو بثلاثية نظيفة كذلك، في الربع النهائي يلتقي الفريقان في النصف النهائي. المباراة تنطلق يوم الأحد 14 ماي 2023 على الساعة 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والتاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية. تجرى المباراة في ملعب 19 ماي بمدينة عنابة. القنوات الناقلة الرياضية الأرضية المغربية وبين سبور، وكذلك كانال بلوس الرياضية الفرنسية. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا منكم وليس أمرا، وذلك لتحفيزي على بذل المجهود إلى ما هو أحسن.